بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في معنا سؤال مهم جدا، وفي كمان إن شاء الله بنفوت على الكلام عن السحر وقانون الجذب وسورة البقرة والاستغفار وما الفرق بينهم. طبعا كل واحد منا ما اللي يبحث عن خلاصه، والذي دخل على السحر يعني مش ساحر، قصدي يريد أن يصل إلى هدف، والذي دخل إلى علوم الطاقة كمان بده يصل إلى هدف، والذي لازم الاستغفار كمان عنده هدف، والذي يقرأ سورة البقرة كمان عنده هدف. لكن حتى نشوف الأهداف هذه كلياتها بعد ما نقرأ هذا السؤال، كيف ما مآل هذه الأهداف كلها؟ هل ذكرت في القرآن؟ هل هناك يعني ما يلمح له القرآن؟ بما أن الله جل في علاه قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال سيدنا الشافعي الإمام الشافعي والله لو ضاع عقال بعيري لبحثت عنه في القرآن. فيعني من باب ما فرطنا في الكتاب من شيء. والله جل في علاه يقول وآتاكم من كل ما سألتموه وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نقرأ السؤال نجاوب عليه وندخل في الشق الآخر للسؤال إن شاء الله. أستاذ حجازي، عندي سؤال أرجو أن تتكلم عنه في فيديو حتى نفهم أكثر. حضرتك تقول دائما في الدروس إن المشاكل والتعطيلات والضيق في الرزق والأسحار كلها من الذنوب، علينا التوبة والاستغفار أولا. طيب الناس اللي تعمل ذنوب كثيرة، يعني الناس اللي بتعمل ذنوب كثير تتوب من هذه الذنوب، وفي ناس ما تصلي ولا تستغفر وأمورهم جيدة وما عندهم تعطيلات، بالعكس يعني مثلا أعرف كثير ناس وبنات يصلون عادي ولكن مش ملتزمين بالاستغفار، ويعملون ذنوب مثل الأغاني والنميمة إلى آخره، لكن كما قلت ما عندهم تعطيلات ولا هموم ورزقهم متيسر. ما تفسير ذلك؟ وشكرا. نبدأ على بركة الله. أول شيء الله جل في علاه جاء بك إلى هنا، جاء بك إلى هنا، هو الذي جاء بك إلى هنا، فهذا يدل على أنك أنت من الذين اصطفاهم الله جل في علاه، اصطفاهم الله. وهي الناس التي ما نفع معها الخلط بين الحلال والحرام والغناء والطرب وكل هذه الأمور، فأنت من الذين عاقبهم الله. لسه بنصل للخلاصة إن شاء الله، لسه بنصل. أنت من الذين عاقبهم الله، ما في حل إلا من خلال هذه القناة. مثلا شو بتبين؟ استغفار، سورة البقرة، توبة، رجوع إلى الله، كل هذا. فأنت فهمت الرسالة، غيرك مش رايح يفهمها، غيرك مش رايح يعرف إنه هو تحت العذاب. مزبوط ولا مش مزبوط؟ غيرك ما بيعرف إنه تحت العذاب، هو لربما يفكر بلا هذا كان متدين أو في عنده شوية دين، أو خلص هيك الدنيا هي شطارة، تجارة شطارة تزبط مع هذا، إلا بتحلي وبتجمل حالها أكثر، في عندها عريس أجمل أو مقام أكبر في يعني مقام زوجها. يعني الأمور شطارة، الأمور هيك الدنيا. يعني الشاطر بحصل حاله، ببني تجارة، بكبر، وناس بتفشل وبقولوا له فاشل، وهذا اللي تعلم وزاد علمه، فهذا المتعلم والفهمان، وهذاك سقط. مع علما إن الله قد خلق كل يسر لما خلق له، لكن هاي مش فاهمينها. وكيف بدنا نفهمها بدون التوبة والرجوع إلى الله ولزوم الاستغفار وسورة البقرة؟ مش راح نفهم بدون، سنبقى عندنا مليون سؤال. عشان هيك الرسول عليه السلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذوها بركة وتركوها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يعني عندما يأتيك الشيطان يوسوس لك، ما هي هاي البنت الصبية يعني بتصلي وهي عريانة، يعني
بتصلي وعريانة وعندها عريس وسيارة وما شاء الله، مش الله مش معذبها. ليش انت ما عندكيش سيارة وانت بتصلي ولابسة حجاب ومعذبك؟ فيأتيك الشيطان من هذا الباب. عشان هيك الرسول صلى الله عليه وسلم قال تركها حسرة. تركها حسرة مش من باب يعني مش من باب إذا أنا قرأتها وتركتها، أن لا تأخذها في حياتك وكأنها الورد الأصلي في حياتك. احنا كلنا بدنا من يرشدنا. الرسول عليه السلام يعني عليه أفضل الصلاة والسلام ما هو موجود إسا الآن بيناتنا، يعني نسأله يا رسول الله كذا وكذا، يعني تشتت الأمور. فالذي يدلنا بإذن الله تعالى اللي بيعرف سورة البقرة بيعرف ولا ما بيعرفش مسكين والله. الذي سيأخذك إلى الحق ولا الرضا، ولا تسأل هذه الأسئلة، والله ما رايح تسأل عن هذه الأسئلة كلها مع سورة البقرة. عندما تبحر مع سورة البقرة، شو يعني لما بقول أنا تبحر مع سورة البقرة؟ يعني أنا خلص أنا في بداية مشواري مع سورة البقرة، والله يا جماعة في بداية مشواري مع سورة البقرة، بتعرف الواحد بيشتغل عمل مش كل الوقت موجود إنه يعني يقرأ سورة البقرة. في بداية المشوار تذكرت أنا كنت أخاف إنه تتأخر الساعة وما أستطيع إني أكمل سورة البقرة بنفس اليوم وتروح علي وتقاعس وأضيعها. ما هي تضيع بيجي من أول مرة والثانية راحت عليك، خلاص هيك بتصير تتهاون تتكاسل بكل شيء. مفهوم؟ إنك لما بتعيش مع سورة البقرة 99% من الأسئلة ستجد سيعطيك الله الجواب هكذا، إلهام من عند الله، إلهام. لكن أنت الآن مع سورة البقرة، الآن أنت عندك ذنوب، فأنت بحيرة، أنت حيران وبتسأل هذه الأسئلة. زي ما بقول لك كمان مرة، لو أنك أنت مثلا اليوم ما التقيتش فيه يعني سمعت درس لمحمد الحجازي يتكلم عن سورة البقرة بهذا الموضوع، واخذ سورة البقرة وهذا السؤال بقى في راسك، ما فيش عنده جواب عنده، والله يوما ما لربما بعد ما تقرأ سورة البقرة 200 300 مرة، يعني كل يوم سنة ونص هكذا، لربما أكثر ربما أقل ربما شهرين، ستبدأ هذه الأسئلة تتلاشى وتجد الجواب. وإذا واحد سألك أنت اللي بتجيب بدون ما أنا أعلمك، أنت عندما تدخل إلى التقوى واتقوا الله ويعلمكم الله، سورة البقرة بتلبسك لباس التقوى بإذن الله. مفهوم؟ هاي واحد، هاي الأسئلة تتلاشى. طيب إذا نجاوب للناس الحيرانة. الناس الحيرانة إخوتي الكرام، نحن نتفاوت في قربنا من الله. في ناس بدهن دنيا، في ناس عشان يفوتوا على قانون الجذب وبفوتوا على السحر بدهن دنيا، يعني مكرس كل حياته، بدي دنيا، بدي هاي العروس. كيف بيجيبوا هاي العروس؟ كيف بيجيبوا هاي السيارة؟ كيف بيجيبوا $1,000,000؟ مهمش فلوس يعني حلال حرام، بدي $1,000,000. هذا عقلي بدي أجمع الفلوس وببني لها يعني خطط منين أجيب، كيف عمال أبني. طبعا في قوانين في الجذب في هكذا. هالسؤال هل موجودة هي في القرآن؟ هل هي يعني موجود إشي يدل على هذا وشو المآل هذا الأمر؟ اسم نسمع الآيات ونشوف. طب هنا في ناس همها الدنيا، فالله جل في علاه ما إلها نصيب في الآخرة. هاي الناس ما إلها نصيب، قد يفتح الله عليها كما تقول حياته طيبة، بحقيقة حياته طيبة. مش الله جل في علاه بيقول خسر الدنيا والآخرة، يعني كمان خسر الدنيا وخسر الآخرة. لكن هدول في منهم ربحوا الدنيا، عايشين في الدنيا إلهم. مش الرسول عليه السلام عندما نام وجاء سيدنا عمر ووجد الحصير قد يعني علم على جنب رسول الله، قال يا رسول الله يعني الملوك تنام على حرير وأنت تنام حصيرة، قال لهم الدنيا ولنا الآخرة. شيء قال الرسول عليه السلام. فهذولا بدهن الدنيا. عندما خلق الله آدم ونثر ذريته في الأزل يعني وأشهدهم على أنفسهم قالوا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن
فشهدوا أن الله جل في علاه هو ربهم. فمنهم يعني في علم الله لا يريد الله ربا، لا يريده ربا، لا يريده، يعني قالها. لماذا أشهدهم الله؟ عشان انه يبين انه يخرجوا في الذر، يعني بعد الذر، يعني كيف خلقنا الله ونعمل الأعمال وتشهد علينا الدنيا كلها، جوارحنا وجيراننا وزوجاتنا وأقاربنا، كل الناس تشهد علينا، حتى الحجر والشجر يشهد على أعمالنا إن كنا من أهل الجحيم والعياذ بالله، أن ينطق الله كل شيء، ينطق الله كل شيء على أننا نحن نستحق النار أو نستحق الجنة، طبعا برحمة من الله. فعشان أبين إنه هنا بعلم الله كون معروف أنت مين، أنت مين. أنا إنسان حبيب دنيا، ما بدي شيء، لا أؤمن في الآخرة والعياذ بالله، ما بدي دنيا، أنا بدي الدنيا. يعني ممكن يضحك عليك ويقول لك يا أهبل. يعني في عنا هنا متابع سبحان الله اسمه محمد، يمكن يعرف حاله، يسكن في النرويج أظن، يعني يفيق، كان في صلاة الصبح بالثلج، كل يوم يروح صلاة الصبح سقعة ثلج. وإذا واحد نرويجي بيقول له تخيل يا محمد، بعرفش هو يمكن ساكن عنده، تخيل يا محمد يوم القيامة، يعني لما تموت ما يكون في جنة. قال له تخيل لما تموت تلاقي النار. تفاجأ، أنا ما لقيتش الجنة مثلا والعياذ بالله، بلاش، أما أنت تلاقي النار هاي كبيرة. ففي ناس لا تؤمن، افهم مليح. لك في ناس يعني احنا عشنا عم فترة ازدهار واحنا على ضلال. انا عشت فترة ازدهار وانا على ضلال، كنت اخذ قروض ربوية وكان عندي سيارة ولا بالتجارة يعني عمال تكبر وانا الدين عمال يكبر صحيح، ولكن انا مبسوط مكيف هكذا، مفهوم؟ الله يملي، الله يملي امورنا، عمال ماشي، جيبتي فيها فلوس، بشتري، تاجر كبير، التجار بتكلموا محمد حجازي، محمد حجازي، نعم، واسم المحل معروف والناس تتراود عليه. كان في الماضي ملابس، بعدين انتقل الى حلو، المقصود يعني. فانا هنا كنت ابني، شوف هذا انا مكيف مبسوط، لكن كان يبنى على قبال هذا الكيف والانبساط جبل من الديون، جبال من الديون تبنى. فالله يملي حتى تصل إلى المرحلة، تعرف السيارة أو البطارية لما بتبقى موجودة في لعبة على بطارية على كهرباء، فبتلاقيها بالبداية نشيطة هيك اللعبة، بعدين شوي خلصت. فهذا الذي تتكلم عنه إذا كان في علم الله هو من حطب جهنم سيملي له، سيعطيه، قد يعطيه. وإن كان في علم الله هو ليس من حطب جهنم، قد يصيب ما أصابني. يعني وين أنا كنت؟ وين كنا إحنا يا جماعة؟ والله كنا في ضلال بعيد، والله كنا في ضلال بعيد. يعني أنا في حرب الخليج الأولى ما كنتش أصلي، حرب الخليج الأولى ما كنت أصلي، أنا كنت ساكن في الولايات المتحدة الأمريكية، ما كنتش أصلي، كنا في ضلالنا في غينا هناك. لكن الله كل ما تفتح مشروع بعطله، كل ما تفتح مشروع بعطله، وبتدفع وبتعرف تتقدم، انت مش فاهم شو السيرة، والله بعطله. بتغير مشروع كمان تمشي، الله بعطله. فانت ما هو مش بيتعطل مباشرة، يعني باخذ وقت انه يتعطل. فهذه المدة التي انت عمال بيبقى في شغل، في جمال، انه غيرت محل، فتحت محل جديد، متجر جديد، زباين جداد، فلوس هنا وهكذا، بتروح وبتيجي امورك يعني جميلة مثلا. ثم بعد سنتين 3 4 مثلا محل الحلو، يعني تقريبا 20 سنة مش يوم، وبتجر كالبطارية هذه اللعبة اللي فيها بطارية، هكذا بتمشي. في البداية الحركة جميلة وكل شيء تجد تمام، وكان الله بيعطيك، بيدفعك هكذا، بتيجي الزباين، بتكثر الزباين، وبالآخر بيمسكك بتصير كأنك كالبطارية، كالعجوز تمشي.
هذا منظر الناس اللي انت بتشوفها مثلا مش لابسه وبتصلي وغناني وموسيقى. فهمت؟ في ناس قانطة أعطاها، لربما أعطاها ولربما لم يعطيها، لا بتصلي ولا بتصلي وتموت على الكفر في علم الله، وممكن يتنعم في نعيم عن جد إشي على الآخر. وأنا بعرف ناس حقيقة، لكن لا يذكرون الله ولا حرف، لا يذكرون الله، الله مش ببالهن. طيب، وهي الناس بتكون زي مثلي، كامثالنا، كان مثلك انت، عجل الله لك بالتعطيل، هي سيؤخرها الى بعدين، تتعطل، لربما طلاق، مشاكل بيتية. نعم، تكشفت، بدها تدفع ثمنه، هذا بدها تدفع ثمنه عشان تفهمي. انا قلت لك سورة البقرة، او قلت لك سورة البقرة، ما رايح تسأل هاي الأسئلة، سيربط الله على قلبك وتفهم وتنشغل في حالك، في قربك من الله مع سورة البقرة. ما تنتبه هذا معه فلوس، يعني انت تزهد في الدنيا وبأصحاب الدنيا وبأموال الدنيا وكل شيء، وستحيا حياة طيبة. فهمت؟ عشان نعرف احنا نقسم الناس. ففي ناس، ما هو الله بتوهنا، الله بتوه بموه. يعني اذا كلنا احنا اللي بنعبد الله كلنا معنا 100 مليون دولار، كان الناس ما بتكفرش، بس بتصير تعبد الله عشان الفلوس، صح؟ لكن الله بغطي فلان، خلص رضا يا عمي، الرضا فوق كل الأموال. شو يعني راضي يا عمي؟ ما بتسألش انت، الله بقلب لك راسك. تخيل انت، او هب على سبيل المثال، انت اليوم انا اسمي محمد حجازي، يقلب راسي وانا اصير ستيف من دولة ثاني، وانا حقيقة عندي اولاد، قادر الله ولا لا يقدر؟ فالله بيقلب كل اولوياتك، بيقلب كل اولوياتك. لا بتفكر بفلوس، ولا بدك فلوس، ولا عقلك بالفلوس، ولا عقلك بالسيارات، انتهى موضوعك، اتغيرت، وانت مبسوط يا جماعة، وانت شو بدك بتعمل. هاي لازم تفهمها. انت ما بتزهد لانك انت بتزهد وبتطلعش على جارك، لا، هذا الزهد يأتي بسبب سورة البقرة. بتبطل تنظر الى الناس، ما بهمك فلان، لا بالعكس، حتى بتفرح له انه مع مليون دولار وربح كمان مليون دولار، والله ريته مبروك عليه، ما بتحسده. هاي النقطة بدك تفهمها. فالله بتوه. هذا بتشوفه غني، بتصير تقول ليش المسلمين طبعا نحن في هذا الزمان في ذيل الأمم لكثرة ذنوبنا، نحن مش بلاء، نحن في زمن الربا والغناء والطرب والإباحيات وذنوب الخلوات والسقطات وقطيعة الأرحام والتقتيل وما خلينا شيء. نعم، نمص، عري، كل هذا طرب، غناء، أعراس، بذخ، ما خلينا شيء. فنحن تحت العقاب، هذا خلينا نتفق عليه. لكن هاي الناس صنفت لك إياها، أنت واحد من هذولا، أنت يوما ما، أنت الذي جئت لهون يوما ما لربما كنت مثلهم، كان الناس ينظر إليك أنك أنت أفضل مني. يعني أنا كنت يوما ما أفضل من ناس كثيرة، لكن عندما أطبق الله علي صرت أسوأ من ناس كثيرة ماديا، يعني ماديا. مفهوم؟ وصلت الفكرة؟ بحاول أجمع حالي عشان أبين نقطة كمان مرة. في ناس بعلم الله وهن حقيقة ما بدهن الله ولا بدهن شيء، بدهن الدنيا، وبقولوا لك أي جنة وأي نار، اهبل أنت. من العرب المسلمين اللي اسمه محمد ومحمود وعلي، منهن لا يريد الدنيا، إما سمته محمد وفلان سمته إبراهيم، ولكنه لا يمت بالإسلام بشيء. نعم، من هذول في ناس رشاوي وإجرام، وبيعوا، بتهاجروا بمخدرات، وبتهاجروا بكل شيء، ما بيهمنش، يعني بكامل عقلهن ما بدهن دين، خلاص هذا الدين كبه هيك بالنسبة لهن، والدنيا للشاطر والقوي. مفهوم؟ هذول قد يعطيهم وقد يمنعهم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الله أراد في منهن هذول الكفرة، من المسلمين الكفرة، يعني احنا بنسميهم مسلمين على اساس امهم وابوهم مسلمين، من هذول او غيرهم، يعني منهم من يريد العاجلة نعجل له من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد.
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. كل عقله بالدنيا بالعاجلة، هذه الدنيا العاجلة، والآخرة هي الآخرة. فعجل الله له لمن يشاء، عطى. وهذا اللي انت شفته انه ملير ولا بيصلي ولا بيعرف ربه، هذول فئام. وهن نفس. ومن الناس ما يقول ربنا اتنا في الدنيا، وما كل عقله اعطينا يا رب، يقر في اله الربوبيه، اله الالوهيه، توحيد الالوهيه لا يقر فيه. الالوهيه يعني عباده، الربوبيه يعني عطاء. مفهوم؟ الله اللي بيعطي، الله اللي بيرزق، الله اللي بيعطي كل المطر وكل شيء، نعم الله. لكن اله توحيد الالوهيه لا يقر فيه، يعني انا مش بحاجه الى، يعني الله مش بحاجه لان نعبده، بغنى عنا. ما فيش حاجه للصلاه ولا الصيام ولا الحج ولا كل هذا، كله بالنسبه له خزعبلات، ولا في جنه ولا في نار بالنسبه له. ولا ربما كما قال بسوره الكهف ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. يعني اذا انا بموت بدخل الجنه. يعني اعتذر، احنا شوي هيك نبرم. ف مرات نعم هذول يعجل الله لهم. وفينا في مثلنا بنمر بحياة قيد الإعداد. انت قيد الإعداد الآن، تنظر إلى ذاك وتنظر إلى هذا وتنظر إلى حالك، فأنت نوع من الحسد، نوع من الغيرة، نوع ليش بتيه مخربط، مش عارف ليش هذا هيك. انت مش عارف، ما انا هيك كنت، انا مش يعني شاطر، ما انا ما كنتش فاهم شيء، ما انا مثلكم، ما انا كنت ليش يعني تجارتي انا كاسدي وفلان يعني ماشي، طب اروح اجيب مثله ما بزبطش، طب افتح كمان محلين ما زبطش، يزبط شهر شهرين ويخرب ويزداد الامر سوء. ما نهتدي، ما انا مثلكم كنت. يعني انت عمال تتقلب، الان الله اطبق عليك كل شيء، معناها بده يرحمك. احنا مثلنا مثل الحي او مثل الماء الذي يتسرب في كل جحر، في كل مكان. اذا وضعت الماء الان يتسرب من كل مكان، ما بمسكه. ونحن هكذا، لو الله فتح لنا يعني مكان نخرج منه الى الدنيا لبقينا فيها. يعني من باب اني انا ابحث عن تجاره، قرض ربوي، ابيع بالحلال، ابيع مش مهم، المهم اني بدي انا اخلص الدين اللي علي او اعيش الحياه الطيبه، ببحث عن هذه الدنيا. مفهوم؟ لكن عندما الله اطبق عليك، لا البنك بده يعطيك ولا اي واحد بده يعطيك، خلص سكرت بوجهك، اهلك ساعدوك وبطلوا بده يساعدوك، بعت اراضيك، البنك سكر، ما حدا بده يعطيك، تجارتك خربت، سكر. شو عملت؟ بدأت تبحث في الدين، بدأت تبحث في الدين. وفي منهن يبحث في الطاقة، في منهم يبحث في الطاقة، في منهم يبحث في السحر. لما أطبقت، في منهم يبحث بالطاقة، اعمل سحر، لربما مثلا حدا يشور عليه يعمل سحر انه التجارة تتروج مثلا على هذا الأساس، أو بذهب على علوم الطاقة. هل علوم الطاقة إنه يعني مثلا زي أنا هذا اللي فهمته قانون الجذب، وإنك بتركز كل عقلك، ما في حلال ولا حرام، ولا في حاجة إنك أنت تعبد ولا لا تعبد. أنت ممكن إنك أنت إذا ركزت كل عقلك في شيء معين إنك تصله، مش مهم سنة سنتين ثلاثة، كل سنة أنت مثلا بتحط هدف، أول سنة بدي أجمع مثلا $1000 مثلا، كل عقلي $1000، ما بدي أصرف فلوس لا رحلة ولا مطاعم ولا هكذا ولا ملابس ولا $1000، استعقلي $1000. السنة اللي بعدها كيف بدي أبيع، بدي أعمل، بدي أساوي شو بدك، بس بدنا $1000 بالحلال بالحرام، بدنا $1000. هذا عقلي. ثم سنة الجاي مثلا بدي أجمع، أنا أصير عندي $100,000. هاي $1000 بدي أنميها إن شاء الله، ببيع أفلام سقطة، بهمنيش، بدي $100,000، هذا الهدف. فيش حاجة، فيش دين، فيش أخلاق، فيش إشي، المهم $100,000. مفهوم؟ بدي سيارة، بدي أركز. ممكن واحد طبيعي العادي، يعني أنا مثلا أو فلان بده عروس، بدي فلاني، فلان بدي فلاني، بحب فلاني، بدي فلاني، كل عقله فلاني. وإذا ما أخذهاش مستعد يعني يذهب يعمل كل الطقوس التي يمليها عليها إبليس.
مستعد، يعني يسحرها أو يسحر أهلها مستعد. نحن نربط هذا بسورة البقرة، كل هذا الكلام كله بسورة البقرة والاستغفار. وكل واحد في حياتنا عنده طموح بده يصل لشيء. نعم، لا تنسى أن كل شيء زرع في صدرك وأنت لا تستطيعه هو إبليس زرعه بإذن الله من باب التحصر، أو قد نقول إن الله جل في علاه أذن في زرعه في صدرك. بدك الشيء الفلاني، صعب المنال، من باب التحصر. دائما بدك شيء، دائما إن كان هم الدنيا جعل الله فقره بين عينيه. بدك شيء، سيارة، طيب أجد السيارة، لا بدي سيارة أجدد. طيب أجد سيارة أجدد، لا بدي سيارتين، لا بدي 3، لا بدي أرض مع السيارة، لا بدي أعمر كمان بيت، لا بدي لا ينتهي البدي حتى تدخل إلى قبرك. فهون أنت عايش من كان همه الدنيا، جعل الله فقره بين عينيه وشتت الله عليه أمره وأتته الدنيا وهي راغمة. شتت الله عليك أمرك، بطلت أنت تعرف من أنك تجيب هذا الأمر. سحر، قانون جذب، طبعا كله هذا كفر، هذا كله كفر يخرج عن الملة. بس احنا بنصل كيف انه يخرج عن الملة من قول الله جل في علاه. فإذا أنا بدي أصل لهدفي من خلال السحر، ليش بيسحروا؟ فلاني مش يعني جارتك أو جارتها بدها تسخر زوجها، هذا كمان من باب تقدر تسميه قانون جذب. يعني أنا داصل أجذب اللي بدي إياه لإلي، مفهوم؟ يعني أنا بدي يكون عندي أكبر مصلحة، فهذا الهدف إني يعني أجذب هاي المصلحة تصير إلي. هذا اللي فهمته أنا. أو بدي العروس تكون إلي، أو بدي أنا $100,000 يكونوا عندي مثلا، هذول إلي. بطاقات وكلام وتأملات وكلام من هالشكل، وما فيش حدود للأمر، وما فيش حلال ولا حرام، وخلص هذا التركيز على هذا الأمر. طيب الله جل في علاه شو بقول؟ ما هو أنا بدي الفتاة، أو بدي الفلوس، أو بدي السيارة. رحت عند قانون الجذب. طيب بس كيف بدي أنا أضبط الإشي مع كتاب الله؟ ممكن يدخلوا الخزعبلات هذه مع كتاب الله، مع آية من هنا من هناك عشان يتوهوك. وآتاكم من كل ما سألتموه، صح، الله جل في علاه قال في كتابه وآتاكم من كل ما سألتموه. أنت بدك سيارة، قد ينطلي هذا الأمر هنا إن أنا بدي السيارة وعقلك في السيارة، هذا واحد. ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا، ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. هؤلاء ناس عقلهم في الدنيا. يعني من خلال هذه الآية قد يعطيك الله في الدنيا ما سألت عن الآخرة. مفهوم؟ أنت ما سألت عن الآخرة، كل عقلك في الدنيا، قد يفتح الله عليك. والآية التي قرأناها سابقا: من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فهذا ينطلي كل قانون الجذب يدخل في هذه الآيات. هذه الآيات من كان هم الدنيا جعل الله عذرا، ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا، كل عقله في الدنيا. ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. والآية الأخرى: من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فيكفي هاتين الآيتين أن تعرف أنك أنت من حطب جهنم عندما تبتعد. طيب أنا منا من يصل إلى الهدف ومنا لا يصل. ممكن بقانون جذب إني أصل أنا عقلي سيارة. يعني أنا يوما ما في دكاني مش قانون جذب ولا شيء، يعني عندما كان عندي متجر كان عقلي إني أصل، يعني يكون عندي 1000 بنطلون جينز، 1000، ووصلت لهذا الرقم. نعم وصلت لربما بعد، بس ما كان في هذا الكلام. يعني ممكن إنه في فلان، مش أنت بدك تعمر بيت لأولادك، لما أنت بدك تعمر بيت لأولادك وبتبطل تصرف مصروف، يعني بتقلل المصروف، وبتصير كلكم انتوا اهل البيت تشتغلوا وتجمعوا المصاري، الفلوس تجمعوا، في هدف، بدك تعمر بيت للاولاد،
وهذا البيت بده مثلا 100,000 دولار، فأنت اليوم كل عقلك كل جمعك كلياته عشان هذا البيت. فهذا وكأنه يدخل من باب إذا أنا لما بحقق هذا الأمر من خلال قانون الجذب، فمعناه أنا مش بحاجة إلى إله، لا في جن ولا في نار. فهمت؟ أنت بتستطيع أن تحقق كل شيء، ما في حاجة للصلاة ولا للصيام ولا شيء. بده يبعدوك، طبعا بده يبعدوك، توصلوك على جهنم والعياذ بالله من خلال هذا القانون اللي بيسموا لك إياته. لكن أنا كنت بدي أعمر بيت، يعني يا جماعة ما فيش عيب في هذا الشيء، أنا ما في عيب، أنا جمعت. لكن شوف، أنا جمعت أنا وأولادي 100,000 دولار عشان أعمر البيت مثلا، وأنت فوت حالك في هذه المتاهة الجذب، ولربما كمان أنت بنيت بيت. ما هو أنت بالآخر كنت بدك تبني بيت وأنا بدي أبني بيت، وهدفنا من نعمر للأولاد. فأنا يعني أنا بشتغل وعمال أجمع، وأنت حطيت عقلك في الجذب مع شغلك، أنت عمال تسوي جذب مع شغلك، وأنت ضليت بالطريق، وأنا الحمد لله رب العالمين بقيت على الطريق. مفهوم؟ يعني هذا الجذب اللي بيسموه جذب هو إشي عادي، بس كفروه. مش التأملات يعني تتأمل وهكذا، إنك تركز على موضوع واحد وتجيبه، مش مهم. لا، أنا بدي أركز إني أنا بدي يكون عندي أكبر متجر في البلد، وأنا مستعد إني مثلا أبي مثلا أرض وأعمل محل جميل وعمال وكذا هكذا، وعندي أكبر محل في البلد. مفهوم؟ الموضوع شوي هيك شائك شوي، بس أنا بدي أبين إنه إحنا دفوتنا على سورة البقرة، فأنا وصلت. طب أنا الله عطلني، سنة نأخذ الفئة التي الله علم فيها خير. الفئة التي علم الله فيها خير ما بزبط معها قانون الجذب، بزبطش، سيتوه 5 سنين 6 سنين ثم يرجعوا. فهمت؟ الذين كانوا من علم الله إني لربما من أهل الجنة بالآخرة، تاهوا في قوانين الجذب وتاهوا في هذه الدنيا، وراحوا لعبوا غناني موسيقى وشوية عري وشوية رقص، وتزوجت وعندها ولدين، ولربما لربما فيش حياة معسولة. الله جل في علا يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قلت أنا بعرف ناس ميسورين حوالهم طيبة ما بيصلوا ولا بدهم يصلوا، وصلت؟ بعرف والله ناس ميسورين حوالهم طيبة جدا، سألته والله الذي لا إله إلا سألته: يا أخي في أوف، يعني بتتأفف من يعني في الحياة صعبة. قال: أوف، شو في أوف؟ أنت بتتمنى تكون مكانه، أنت بتتمنى تكون مكانه، لكن أنت ما عارف شو في قلبه. نعم، في ناس بتسمعوش قصصها ما كنتش عارف أنام. ممكن هاي الجميلة إلا يعني ملكة جمال بعينيك ومعها سيارة فارهة، يمكن بتعرفش تنام بالليل من الكوابيس، من القلق، من الخوف. نعم، بقلبها قابض حزيني، في إشي بقلبها لا 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 ما بتكلمك عنه، ما بتقول لك عنه. انت بتشوفيها جميلة وما شاء الله وحلوة وهكذا، أنا نحكي أو فلان سيارته جميلة وما شاء الله، انت مش داير معاه. مش بالضروري يكون مريض لا يستطيع أن يأكل، مش بالضروري. بتلاقيه إنسان يعني عن جد لو فضفض لك لقال لك: أوف يا أخي الحياة كثير وحشة. لكن هذا كل الأسئلة ستنتهي مع سورة البقرة. هناك طلباتك كلها بالحرام. عندما تأخذ سورة البقرة والاستغفار وتعلم يقينا إن الذنب حوله الله عليك لدين وتعطيل، وتترك هذا الذنب وتقبل على الله مستغفرا وتقرأ سورة البقرة، سينتهي كل هذا كله، وستكون رب راض غير غضبان عليك.
مع رب راض غير غضبان، ويعطيك الله من كل ما سألته جل في علاه. سيعطيك الله بالحلال ويرضيك. نعم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لا يعذب الله ويستغفر. كل شيء بضيقك بالاستغفار سيرفعه عنك جل في علاه. فهنا الله يغطي. ولكنا لربما كأنك قيد الإعداد، عشان إعداد تبلغ آية يعني. لربما أنت قيد الإعداد أن تمر هذه المراحل كما مررتها أنا، عشان تخرج. عشان إذا واحد قال لك يا أخي الحياة صعبة، يقول والله كانت صعبة بالاستغفار حليتها. كنت في الطاقة ولكن ما انحلت. يعني كان معنا قصص سبحان الله طول الدرس، وأنا لازم أنزل القصص في هذا الدرس لأني تكلمت عن الطاقة. بتكون الدرس على اليوتيوب 35 دقيقة، لا يكون يعني مكان آخر. مجبور أنزل الدرس يعني كامل وافي، عشان نستشهد إنه حتى في حفظ لكتاب الله قد يضلوا ويذهبوا، لأنهم ما وجدوا في هذه الدنيا، لأنه ظنوا أنهم تحت البلاء واستسلموا أنهم تحت البلاء، ولكنهم بدأوا يبحثوا وأخذتهم جرفتهم الدنيا والشياطين، جرفتهم إلى أغنية من هنا وأغنية من هناك، حتى صار في حفل هنا وحفل هناك، حتى صار إنه اللبس أضيق وأضيق، ثم الشعارات طلعوا وأنا حافظة وأنا هكذا. ممكن إنه لهذه الدرجة، حتى إذا أطبق الله عليك كل شيء اعلم إنه يريد بك خير. عندما يطبق الله علينا، لو لم يطبق الله عليه ما أطبقش علي 40 سنة. لو من أول سنة أطبق علي كان الوضع اختلف. صحيح، ما هو الله بيفتح يعطيك ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يمد حتى إذا أمسكنا لا يفلتنا. فإن كنا من أهل الجنة بإذن الله تعالى سيأخذنا إلى الاستغفار وإلى سورة البقرة. وإذا كنا والعياذ بالله من أهل الجحيم سيأخذنا إلى الطاقة وإلى السحر وإلى الضلال وخلص. فأخي الكريم، والله عندما تأخذ سورة البقرة محمل الجد. عشان هيك الرسول عليه السلام قال تركوها حسرة. لا يعلم سورة البقرة إلا أصحابها الذين أبحروا يعني سنين هم معها، يعني عشاق سورة البقرة. وأنا لي شرط أن يقرأوا سورة البقرة 4 مرات، أقل ما فيها 2 أو 3، حتى تكسر أقفال سورة البقرة هذه. كل التيه الذي فيك سينتهي، كل ضلال الذي فيك سينتهي بهذه 4 مرات، وستخرج إلى عالم آخر. نعم، سينتهي كل الخزعبلات اللي براسك. الصورة واضحة، ستنقلب الصورة واضحة معك. فإن شاء الله السؤال هذا طويل، بده إجابة حساسة ودقيقة. إنه في ناس من أهل جهنم خلص الله أعطاهم لمن يريد جل في علاه، ومنهم كمان فقراء. هذا عطاء الله يعطي ما يريد من يريد. كمان منهم فقراء لا يؤمنوا، ومنهم أغنياء لا يؤمنوا. خلص هذول حطها بجهنم، أزحناهم على جانب. ومنا إحنا مثلنا، منا بعده بده يتغربل. الله بده يشهد الناس علينا، بده يشهد الدنيا علينا، بده يشهد علينا. من الناس الله بده يشهد علينا إن احنا بنحط بجهنم والعياذ بالله. فبتيجي أعمالنا هكذا. بتقول له تعال على الاستغفار، بقول لك وانا بديش استغفار، انا بدي طاقة، انا بدي سحر، انا بروح بعمل سحر وبنتهي. ولك يا ابن الحلال فيه هذا كفر، لا ما بيهمنيش، بيعمل السحر. فالله خلاه يعمل، أذن له أن يعمل عشان تشهد عليه جوارحه، ويشهد عليه الدنيا، ويشهد عليه الساحر والشيطان الذي سحره. كل هذا يشهد عليه، وجلده ولحمه يشهد عليه إنه هو ما قبل نصيحة تبعتك، وأنت دخلت في هذا الباب، وهذا السحر ما زبط عليك، وانقلب السحر على الساحر كيف بقولوها، وتخربطت أمورك وتعطلت حياتك وانت مسحور وهكذا، ولربما لابسك شيطان أو مس، انقلبت حياتك. فما كان منك إلا إنك تعود إلى الله، تعود إلى الله، لأنه ما زبطت بالسحر، ما زبطت بالعلوم الطاقة.
فعدنا إلى الله صاغرين، وأخذنا الأمور محمل الجد حتى ساقنا الله إلى الخلاصة. كيف نخلص؟ فالخلاصة الأولى، يعني هذيك الخلاصات ما زبطت معك أنت تخلص معك، تزبط معك فقط الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله، وسورة البقرة التي بدها تريح لك فكرك إن شاء الله وتفهمك شو تترجم لك الحياة. سورة البقرة ستترجم لك ماذا يريد الله منك في هذه الدنيا، وكيف تتصرف، وكيف يعني تأخذ ما وكلك الله به يعني محمل الجد، ولا تفرط فيه، وتؤدي الأمانة كما يحب الله ويرضى. هاي سورة البقرة. سورة البقرة وكأنها لغة تقرأها مش فاهمها، فتأتي وتترجم لك اللغة. فهمت الآن، فهمت الآن، أستطيع أن أعمل كل المطلوب مني. بالأول ما كنتش فاهم، مش عارف كيف. أنت فقط اقرأ وهي تترجم. سورة البقرة تترجم كل شيء يريد الله منك إلى أن تأخذه وتعمل به إن شاء الله بإذن الله تعالى. فهذا قانون الجد بيندرج. ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. من الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ما له في الآخرة من خلاق يعني خلص عقله في الدنيا، فما له نصيب في الآخرة. والآية التي تقول من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ويريد العاجلة ومركز كل عمره وحياته بهذه العاجلة. قد يكون في قانون جد أو في من يعيش فقط للدنيا، بيشتغل كل حياته فقط دنيا دنيا دنيا، حلال حرام مش مهم، بس دنيا. في آخر لا بيقول لك ما في، لا في جنة ولا في نار، حتى مستعد يقولها. فكل هذا الشرح الذي شرحته، لأني شرحت عن هذا الموضوع الذي سألت في هذا السؤال، ليش في ناس لا بتصلي وحياتها طيبة، وناس بتصلي وبتخربط وبتغني وبترقص وحياتها أضبط من اللي بيصلوا. كل هذا عندما تأخذ سورة البقرة ستجيب أفضل مني، أنت ستجيب أفضل مني ب1000 مرة. ستفهم الموضوع على الآخر، ولا بيكون عندك خلص من عند الله. مش يعني بصير أقرأ كتب، لا، خلص سورة البقرة وكأنه يأتيك الفهم من عند الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. الله بيعلمك شو الموضوع، فتستقر نفسك وقلبك وكلك. ما انت كنت في هذا الموضوع، ما انت كنت فيه هذا وليش فلان ولماذا هكذا واي واي واي، لكن عندما اخذت سورة البقرة بطلت انتبه، بطلت بدي اياه، ولا هذا الكلام انا كاين اهبل، ليش انا كاين افكر فيه شو بدي فيه شو لي علاقة. اليوم انت يا جماعة، اليوم احنا بنحكي كلام يعني مجلس يعني كله كلام دنيا، كله كلام والله كله شرك بشرك. يعظم الاشخاص، نعم، غيروا الرئيس، بدلوا الرئيس، قاموا فلان، قتلوا فلان، غيروا، وكأن الله مش موجود. يعني هذا بده يغير، لا يغير شيء، ما حدا بغير في ملك الله شيء إلا من أذن الله له. خلينا نرجع الأمر لله، ولن يتغير معك شيء حتى يأذن الله. فلا تبحث هنا وهناك، موضوعك أنت عطلته الذنوب، فأنت إن قبلت إنها عطلته الذنوب وتبت إلى الله ورجعت، رفع الله عنك كل شيء. لكن إنك بدأت تبحث في يعني كالحية التي قطع رأسها فتبرم هكذا، ستبقى في هذا التيه. فإن كان قد كتبك الله في الأزل إنك من أهل الجنة إن شاء الله، ستعود لكن مثقل في الجراح، ستعود إلى الاستغفار والتوبة. وإن لم تكن مكتوب من أهل الجنة سيكون مآلك والعياذ بالله إلى النار. عشت غنيا أم عشت فقير؟ اسمع القصة. طبعا لما ما في أجوبة والأمور بتتعطل، وانت بتقول للناس أو بتعلم الناس إننا تحت البلاء، فأنا حافظ لي كتاب الله، بقرأ كل يوم قرآن، وبصلي وبعمل عبادات، لكن الأمور معطلة. طيب كيف أنا
بدي احرك اموري يا اخي، بدي فلوس، بدي اعيش بهي الدنيا. الناس الى ذاب وجهي من ديني لفلان وفلان وفلان، انا بطلت استطيع، في ناس بدها تنتحر. طب وين الحل؟ طب انت بتقول لي بلا، يعني اصبر تنويجي سيدنا المسيح. وين ده اصبر يا اخي؟ يا تني اموت. طب ما فيش حلول. طب ما يعني استغفرنا وصلينا وما في خارطة الطريق ولا لاقي شيء، كيف الخلاص؟ معقولة انك انت تدمر حياتي بهذه الطريقة حتى اني انا اخرج من الملة وانا حافظ لكتاب الله؟ ايعقل هذا حافظ لكتاب الله يخرج عن الملة؟ مش اللي بيروح على علوم الطاقة وهي كلها شعوذة وسحر وكفر، مش يخرج من الملة ولا لا؟ خلينا نسمع هذه الحافظة. أنا نزلت درس قصتها، وفي كانت معي كمان قصة، لربما نزل القصتين إني 10 دقائق والدرس بطول يعني، لكن عشان يكون الدرس وافي كنت حبيت إني أبدأ فيهن. لكن السؤال مهم جدا هذا اللي انسأل مع سورة البقرة، مش راح تتوه، مش راح تسأل هاي الأسئلة. مع الاستغفار والله الاستغفار سيزيل نص الأسئلة اللي عندك، والباقي عشان تتعلم. ولا تنسى انك انت لربما قيد الاعداد عشان تبلغ اي عن رسول الله. فانت كنت في كل هاي المحن كلها مررت عليها، عشان لما انا باجي انت منين انا بجاوبك؟ ما انا كنت في هاي المحن، وانا اخذت سوره البقره والاستغفار، فوجدت ما وجدت من الاستغفار وخرجت وبينت للناس، واخذت ما وعشت مع سوره البقره وبينت ما وجدت من سوره البقره، كيف ان الله غير احوالي. انا فقط قرات، وانا فقط استغفرت ورددت استغفر الله، فقط استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. واللي ما عشش الاستغفار بده يفوت لك كيف تعيش الاستغفار. ما عشش الاستغفار ولا بيعرف شيء عن الاستغفار، بس بيعطيك معاني كلمات وكم مرة ذكرت وأين ذكرت والصيغة التي ذكرت فيها. طب عيشها، ما عشاش. وجدت شيء؟ ما وجد. لا، بده يفوت لك في الباب. طيب كنت تعطينا خارطة الطريق كان ما ظلتش هاي الأمة. كيف ممكن انه حافظة لكتاب الله صبي صغير تدخل الى علوم الطاقة؟ كيف؟ وين اللي علمها؟ وين اللي حفظها كتاب الله؟ اين هو؟ شو وضعه؟ لربما افقر منها. ليه؟ بسألش حاله هذا حافظ لكتاب الله. الله جل في علاه بيقول، لازم نعرف نفهم الاحاديث. سأتكلم لكن بدي أعطي مثال. لازم نعرف معاني الأحاديث الحقيقية. زانية من بني إسرائيل دخلت الجنة بكلب أجلكم الله سقته شربة ماء، فكتب الله من أهل الجنة أو دخلت الجنة. بالله عليكم، كم زاني وزانية من أمة الإسلام من المسلمين زنوا مش زانية، زنات، ثم تابوا ورجعوا وحسن دينهم وحجوا وصلوا واعتمروا واعتنقوا، يعني عادوا إلى الإسلام وهم من المصلين ولربما هم من الدعاء. هيكبهم الله في جهنم. وين وصلت؟ ليش بتستشهد بهذا الحديث؟ ليش تدبروا لهذا الحديث؟ ليه دمرت الأمة؟ يعني إذنوا يا أمة الإسلام، ولا يهمكم يا أمة الإسلام، خليكم بالزنا ولا يهمكم، الله الغفور الرحيم. ليش هذا ما بنفهمش؟ إنه هذه الزانية قد يكون الله كتب لها التوبة بفضل هذا العمل فتابت وصلح دينها. ما هي من بني إسرائيل، من أمة التوحيد، من أهل الكتاب، يعني هي كانت من بني إسرائيل، الله جل في علاه يذكرها أو الرسول عليه السلام يذكرها، فهي من أمة التوحيد كانت. فلربما تابت وحسن دينها، أو لربما يعني نحن أول إشي لا ندخل الجنة ابتداء، نحن آلنا إلى الجنة، يعني بالآخر لربما دخلت النار ولبثت في النار ما لبثت على زناها، ثم أخرجها الله من النار على هذا العمل وأدخلها الجنة. ليش أنت فكرت أنه لم يعذبها الله؟
ليش؟ هل الذين تابوا من المسلمين مثلا من الزنا لم يعذبهم الله؟ لم يعاقبهم في الدنيا؟ لم يمنعهم؟ لم يقتص منهم مع كل هذا الوعيد الذي توعده للزنا؟ من قال لك لم يعطل حياته وديون ركبته وهموم وغم ونكد وتفلت زوجة ولربما سهر الليالي ما عرفش ينام بهذه الليالي، آلام، أمراض، أسقام، سكري، أمراض ركبته اقتص الله منه. خلينا نعرف ان نتكلم عن الاحاديث يعني كما ياتي الحديث صحيح، مش يعني تعمل لي يعني خليك باجرامك وانت الله غفور رحيم. ضاعت الام يا شيخ، الام ضاعت. هذول تابوا، هذه الله كتب عليها التوبة، فلربما تابت بعد هذا العمل فتح الله يعني قذف الله في قلبها الإيمان جزاء على هذا العمل فتابت، ولكنها هي زانية. هو الذي زنى من المسلمين هو زاني، ما هو زاني حتى لو بعد 100 سنة هو اسمه زاني، زنى مش زنى حتى لو تاب، لكن العقاب يبقى. لربما الله يقتص منه مثلا أمراض، ضغط، سكري، وجع راس، شقيقة، سمي ما تشاء، اقتص منه حتى إذا إن الشوك لا يشاكها العبد فترفع تحط من خطاياه وترفع من الدرجة. كل هذه الأمور لازم نعرف كيف نتعامل مع الأحاديث. أنا كنت من قبل يعني أستغفر لكن عادت قليلة ولا يعني أجد هذا الأمر يعني لم أعطيه أهمية كبيرة جدا. فسبحان الله في وقت ما فقدت الثقة في هذا الدين يعني صراحة. محمد حجازي تكلم عنها بشكل واضح جدا. يعني أنا حافظة لكتاب الله منذ سن 15، حافظة لكتاب الله، حفظت كتاب الله، ثم يعني بعد عام أو عامين توالت الأمراض، يعني بدأت أمراض متتالية ومتنوعة لحد الآن يعني، والحمد لله يعني ما دام بدأنا مع الاستغفار إن شاء الله سيكون كله خير. ففي وقت ما بدأت أشك في هذا الدين، يعني هناك خلل. لماذا أعبد الله وأصلي النوافل وأصوم وأتصدق وأعمل الخير وكل هذا الابتلاء لماذا؟ وكل الناس يقولون أن هذا ابتلاء بينما كنت تحت العقاب وأنا لا أدري. فاتجهت لعلوم الطاقة، اتجهت للتنمية الذاتية بغرض تحرير الخوف، بغرض بناء ثقة في النفس. فانغمست في ذلك المجال مدة 4 سنوات إلى أن طفح الكيل في نهاية العام الماضي، نهاية 2023. فحدثت مشاكل عويصة بيني وبين زوجي. السبب كان هذه الخرابيط التي كنت يعني أتابعها من مدة طويلة ظنا مني أنها الطريق الصحيح. يعني كان دائما عندي شك أنه هناك خلل، يا إما في هذا الدين أنه خطأ، يا إما في فهمنا له. والثانية كانت هي يعني على الأرجح كنت أظن أننا خاطئون في فهمنا لهذا الدين. فاتجهت لعلوم الطاقة خصوصا الذين يتكلمون بالآيات القرآنية، فاطمأنيت نوعا ما. لكن كان هناك صوت يرد، يعني صوت صغير جدا في قلبي يقول أن هذا الطريق ليس جيدا، خصوصا أن الذين يتابعون علوم الطاقة تقريبا من جهة النساء ينزعون الحجاب. هذا كان يطرح 1000 تساؤل في رأسي. يعني لماذا هكذا؟ هل القرآن يعني لم يفهم بطريقة صحيحة أم ماذا؟ فكانت المشاكل عصيبة جدا، إلى كما يقول محمد حجازي أطبق الله علي كل شيء وأقفلت الأبواب بوجهي. سبحان الله التقيت بإنسانة من عائلتنا، لما بدأت أحكي لها ما حدث لي نصحتني بسورة البقرة، فقالت لي يعني اقرأي سورة البقرة، جزئيها ولو ل3 أيام، والمهم لا تتركيها، اقرأيها كل يوم. قالت لي هذا شغلك الشاغل، هذه وظيفتك أن تحافظي على بيتك وزوجك وأولادك، أن تقرأي سورة البقرة يوميا
وإن لم تستطيعي قسميها على 3 أيام، المهم لا تتركيها. سبحان الله، بدأت أقرأ وأقرأ في الماء وأشرب أنا وأهل البيت كامل. فسبحان الله الأمور تحسنت إلى يعني إلى حد ما، إلى أن دلني الله سبحان الله على قناة محمد حجازي. يعني بعثت لي أمي فيديو يتكلم عن سورة البقرة والاستغفار معا. يعني قال محمد حجازي: لما جمعتهما معا ماذا حدث؟ ذلك الفيديو لم أسمعه في ذلك الوقت، وتركته مدة أظن 2 شهرين أو لا أدري، إلا أنني دائما يعني أقول يجب أن أعود لذلك الفيديو. أنا لم أسمعه. سبحان الله، لما سمعته وبدأت سمعت أقفال سورة البقرة وبدأت أسمع الفيديوهات حتى أوصلني الله سبحان الله، قادني الله إلى فيديوهات الاستغفار، فتتبعتها واحدة واحدة وشديت الهمة وبدأت الاستغفار. وإن شاء الله لما أقطف ثمار أخرى سأذكرها بإذن الله في تسجيل صوتي بإذن الله. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي الفاضلة، جزاك الله كل خير عنا يا رب، والشكر والفضل كله لله على ما أنا فيه. يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أن هداني لهذا، فلولا لم أكن أهتدي لهذا لولا أن هدانا الله. والشكر لأخونا أبو أحمد، جزاه الله عنا كل خير، وكل القائمين على القناة. إن شاء الله هحاول أختصر القصة، ويا رب أنا كنت يعني قلت لما ربنا يفرجها عليا هحاول أقول قصتي عشان غيرنا يستفيد. يا رب يا رب اجعل يعني أي حد تاني برضو يستفيد من قصصنا بإذن الله، يعني لوجه الله يا رب، لوجهك أنت. أنا من 7 سنوات تزوجت في بيت للعيلة، وكل ال7 سنوات يعني على طول أنا عند أهلي، بقعد بالشهور طويلة وأتصالح وارجع تاني. فضلت كده يعني لمدة 7 سنين، ومعايا بنتين طفلتين صغيرين، ودايما كنت في مشاكل، مش قادرة ان انا اعيش في المكان دوت. مشاكل كتيرة جدا، ناس كتيرة تدخلت وما نفعش، وصل بينا للمحاكم. فضلت كتير قوي كذا سنة في المحكمة، كتير يعني كتير، وبرضو تصالحت واتنزلت ورجعت تاني للمحاكم تاني، وما كنتش لاقية اي مخرج. وكنت الناس دايما تقول لي اما بسأل حد يقول لي هي الدنيا كده، هي الدنيا دار ابتلاء، واحنا لازم كل واحد كده، لازم دي حياة، لازم تبقى عادية، كل واحد عنده مشاكله وكده. ما كانش حد دايما يقول لي ده من سبب ذنوبنا او بسبب افعالنا احنا. فربنا عز وجل كنت من شدة الكرب اللي كنت فيه كنت اقول يا رب اجعل لي مخرج. طب قول لي على طريق يخرجني من اللي انا فيه، يا رب دلني على حاجة تطلعني من اللي انا فيه، انا مش عارفة اعمل ايه. يعني يا رب اجعل لي اي طريق امشي فيه خرجني من اللي انا فيه. فكان من رمضان 2023 ربنا عز وجل ساقني الى قناة اخونا ابو احمد، جزاه الله كل خير يا رب العالمين. فشفت له فيديو قصير، فانا لما ضيرت الفيديو رجع جاني تاني، لحد ما بفضل الله دخلت وشفت فيديو ودخلت على القناة وخدت ان شاء الله. قلت خلاص انا حاسه ان انا يعني الاستغفار ده فيه فرج، وابتديت ان انا فعلا من رمضان 2023 ان انا ابتدي استغفر باعداد كبيره، وكنت بصل ل 30,000 استغفار بفضل الله. كتير كنت بعمل 30,000 استغفار، وساعات 20 25 ساعات 16 17 وساعات 15، بس فضلت كده سنه كامله، يعني فضلت كده على طول. ففضلت برضو في المشاكل. اخر وقت فضلت عند اهلي سنتين وانا عند اهلي. سبت بيتي، سبت المكان اللي كنت عايشه فيه من سنتين. قبل اخونا ابو احمد، قبل ما اعرف القناه دي، ما كنتش لاقيه اي مخرج، فكنت بروح على علوم الطاقه والحاجات ديت، على اساس ان يعني كان يعني ما كنتش لاقيه حل، فروحت على الحاجات اللي هي بتاعت علوم الطاقه والابراج والحاجات دي، وبرده كنت بنتكس مش بتتحل. برده كنت بجيب محامي او اجيب حد يدافع عن قضيتي، او ان انا اخد حقي، برده ما فيش، ما كانش فيه حل الحمد لله. فربنا عز وجل ساقني الى هذه القناه بفضل الله، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. فاخدت على اجتهاد ان انا اخد الاستغفار، وبالفعل بدات فيه من رمضان. بس
المشاكل زادت، يعني المشاكل زادت لدرجة اني اتطلقت، يعني اتطلقت خلاص بقى، يعني اتطلقت بس ما خدتش اي حاجة، اتطلقت ما خدتش حقوقي، فضلت عند اهلي كده مطلقة. بس انا كان عندي يقين من جوايا ان انا ربنا مش هيضيعني، يعني كان عندي يقين من جوايا ان انا كان الشيطان يجيني ويقول لي انت بتستغفري اديكي اتطلقتي والمشاكل زادت فوق دماغك كمان. كنت بقول من جوايا مستحيل، اكيد ده خير، اكيد ده خير، ربنا مستحيل يضيعني طالما انا مع الله عمره ما هيسيبني. فكنت برضه مستمره على الاستغفار، استمرت وخدت سوره البقره. سوره البقره بفضل الله خلتني ابعد عن كل حاجه، الافلام والمسلسلات، الاغاني اللي كنت بروح الافراح بطلت، مش عايزه اروح في حته خلاص، يعني انا جالي زهد، بطلت اروح الافراح، بطلت الاغاني، الافلام، كل الحاجات اللي بتضيع الوقت. شايفه ان الوقت هنا افضل حاجه فيه هو ذكر الله، حرام نضيع حتى دقيقه من غير ذكر الله. فكنت بعدت عن حتى كنت في الشارع بحط مكياج، بطلت كنت بحط حاجات خفيفه خالص، بطلت، يعني سبحان الله مش بايدي، لا ده سوره البقره، والله سوره البقره جعلتني اكره اي حاجه بقى، لبس واسع وكل الوجه الله، يعني دي مش حاجه بايدي. سوره البقره جعلتنا ان احنا نراقب الله في كل صغيره وكبيره، فاتغيرت فيا حاجات كتير. بطلت احط اي حاجه وانا خارجه، دايما اراعي الله في اللبس، اغاني ومسلسلات كل ده خلاص الحمد لله، ولا في علوم طاقه ولا قانون جذب ولا امر ولا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. فضلت لحد رمضان 24، اخر كام يوم في رمضان 24، اخر كام يوم والله العظيم ربنا حل كل حاجه لوحده. جوزي ابو اللي هو يعني طليقي جه ورجعنا، اتجوزنا من اول وجديد، وجاب لي مكان، ما كانش عندي مكان، جاب لي مكان، جاب لي كل حاجتي تاني، وولادي بقوا معايا في حضنه، وابوهم بقى معانا بفضل الله، وكل حاجه اتحلت، مفيش قواضي تاني، الموضوع انفض خلاص، حصل تصالح، مفيش قواضي، مفيش نزاعات، حتى الناس اللي كنا متخاصمين معاهم او زعلانين معاهم خلاص بطل، مفيش اي خلاف، مفيش اي حاجه، اللهم لك الحمد. حياتي قبل السنه دي وقبل الاستغفار وقبل قناه اخونا ابو احمد كانت حاجه، وبعد السنه دي وبعد الاستغفار وبعد فضل ربنا عليا بقيت حاجه تانية. اللهم لك الحمد يا رب، دمها علينا نعمه واحفظنا لنا من الزوال. ارجوكم ان انتوا حتى لو تختصروا الكلام اللي بقوله او تقولوه بشكل اوضح من كده وتوصلوا للناس، عسى على الله ان ينفع اي حد، ويا رب اجعلها لوجهك الكريم، ما تكونش رياء ابدا. اللهم لك الحمد. اشكركم كلكم واتمنى من الله انه يفتح عليكم بسوره البقره والاستغفار ويفرج عن امه سيدنا النبي كلها، واشكركم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم إخوتي الكرام، الآن سورة البقرة هي عقل مدبر، ستعطيك جواب لكل سؤال يدور في صدرك، ستنزع كل التيه هذا. والاستغفار لا يعذب الله مستغفر، وفيه كنوز الله، مفاتيح خزائن الله في الاستغفار. سيرزقك الله من حيث لا تحتسب، وستنعم نعيم ما شاء الله تبارك الله. فإياك والطاقة، فمآلها إلى جهنم والعياذ بالله. وإن زبطت معك أصلا هو الله جل في علاه كتبك من حطب جهنم، وإن لم تزبط معك فأنت أصلا من أهل الجنة. فالله جل في علاه عطل عليك كل هذا حتى تأتي إليه وتكون قد أعدك لشيء أعظم، أن تبلغ آية. فمررت على الطاقة، ومررت على التعطيل، ومررت على كل هذه المراحل حتى استقرت نفسك في الاستغفار وسورة البقرة، فوجدت النعيم، وجدت العطاء، وجدت راحة البال. فالآن انطلق وبلغ الناس آية. نعم، كل واحد وجد من الاستغفار شيء ومن سورة البقرة شيء، وقد مر في هذه المراحل، فليخرج للناس ويدلهم على الخير، لأنه لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر وليشكن الله يسلط عليكم عذابا لا يرفعه، تدعونه فلا يستجيب. فتوبوا إلى الله، الزموا الاستغفار وسورة البقرة، ستروا عجبا، وسيبطل الله عنكم كل هذه الأسحار ويخرجها من رؤوسكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.